الصراع الإيراني المغربي في العمق الإفريقي وفي غرب إفريقيا. خاصنا نعرفوا، خاص الناس يعرفوا بأن المشاكل اللي من بين المغرب وإيران ما عندهاش علاقة بالبوليزاريو فقط، ما عندهاش علاقة بأن إيران عن طريق حزب اللات والجزائر تدعم البوليزاريو، بل كذلك هي تحاول نشر التشيع في المجال الحيوي في المغربي. المجال الحيوي المغربي اللي هو غرب إفريقيا، بل في المغرب. بل واللي في المغرب. مرتبط بالطرق المرابية والتيجانية، مم. وكذلك داخل المغرب. وشفنا عدة مناطق في المغرب بدأ كينتشر فيها التشيع. مش كاين تقارير. لا، شوف، انا لا الشمال انا اختلف في هذه القضيه ديال المناطق. كاين محاولات كاين وكاين محاولات. عملاء اللي باغيين يديروا هذه القضيه باش ما نسميوش مناطق دون اخرى. صحيح. كاين محاولات باش انه يتنشر التشيع في المغرب. وكاين، انا شفت راه مؤخرا تم اعتقال بعض الاشخاص اللي كانوا كينشروا بعض الامور اللي هي خطيره جدا فيما يتعلق بالتشيع. مم. الآن أصبح من الواضح جدا أن إيران عندها عملاء في المغرب وأصبحوا واضحين وبينين، وهذا الشيء علاش مؤخرا تم منعهم وتم الاعتقال بعض منهم اللي حاولوا على أنهم يخرجوا في المظاهرات مساندة لإيران. المظاهرات اللي كانت تخرج مساندة لإيران راه لم تكن مرخصة، خداوش ترخيص.